3 شهور حلمت اني في مكة المكرمة، واني مستانس وشايف الكعبة بشكل اضخم من هي عليه، وبجنبها سفينة ضخمة كذلك ومتكية على الكعبة. السفينة متكية على الكعبة؟ اي، كبر نعم. الكعبة وكأنها متكية على الكعبة. نعم. فاستانست انا بهذا المنظر. فجأة بدأت تمطر علينا والناس بدأوا يركضون، فأنا مستانس أقول ليش يركضون الناس ويهربون؟ قالوا هذا مو مطر، خمر. فتضايقت جدا، تضايقت. فرحت أخذت مبخرة وبديت أبخر وأمسح ستار الكعبة وأنا زعلان، أقول ربي ما يقبل بالشيء هذا، كيف تمطر والناس قاعدة تركض؟ وانتهى حلمي يا شيخ. كيف صحة الوالدة؟ الحمد لله طيبة، مع أنها عاد من مشاكل. الوالدة متينة؟ سم؟ فيها متن الوالدة؟ وزنها 70. أنا موزن لها موديها مستشفى قبل فترة على أساس قرحة سكر. نعم. المنام يدل على أن الوالدة ربما يلم فيها تعب، ولكن ينجيها الله عز وجل منها. السفينة نجاح وشفاء بإذن الله. أما بالنسبة للمطر فأنا أقول هذه أرزاق قادمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لكم باب رزقه. آمين. الله يجزاك خير ويرحم والديك. هي تعبت قبل 3 سنوات وسوت عملية قلب. الحمد لله. الحمد لله. اي وقامت وجتنا قرحة سكر والحمد لله تشافت منها. الحمد لله. اي والله. هذا وبقول لك في المنام يدل على برك للوالدة. انت فسرت لي المنام الاول اني حطيتها على ظهري ومشيت للكعبة. يا رب يحفظك. اي والله. الله يجزاك خير ويرحم والديك ومحبينك بالخفجي. نتشرف اذا جيت. يا هلا وكل الهلا. على راسك. الله يسعدك يا حبيبي. هلا نترك المجال غيرنا. شكرا لك ابو الياس. الله يسعدك. الله لو سمحت يا شيخ، انا حلمانه انك كنت في السياره وفي واحده معاي مجهوله ما اعرفها، وبنتي في الوسط وانا جنب بنتي، وبنتي وكنا ناكل خبز ايراني. تعرفه يا ابو الياس الخبز الايراني؟ لا والله اعرف الخبز العادي. لا خبز ايراني. طيب. انا اكلته كله بس واللي معي المجهوله ماسكتها في يدها بس، وانتهى الحلم. انت اكلتي كل الخبز؟ ايوه. كم خبز اكلت؟ انا اكلت واحد وبنتي في الوسط ما عندها خبز، بس المره المجهوله اللي معاي كانت تاكل فيه، كانت ماسكته بس ما كملته. يا رب افتح لك باب رزق. من انت تحدثينا مع عبد الله؟ انا من قطر. الله يرضى عليك. هيا هلا في قطر. يا مرحبا فيك. الله يسلمك. شلون صعبه؟ ان شاء الله طيبه. لا معنا طيبه. الله يسلمك. لكن انت موظفه مع عبد الله؟ لا والله. يا رب يفتح لك ابواب رزق. والله يا اختي هذه هي الرزاق. انا اشوف هذه رزق بياتيك، لكني حتصرفين المال اللي ياتيك كله حتصرفينه. انا ارمله يا ابو الياس. ها؟ انا ارمله. الله يحفظك. كم مضى من عمرك؟ انا في يعني خلصت 50. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لكن هذا مبلغ مالي. ايوه. متى رايتيه؟ شي من اسبوعين. القرص الخبز كامل اكلتيه؟ ايوه. كان يعني انا مسكرتها واكلته كله. بس اللي جنبي ما كلته، ماسكتها في يدها. طيب. بس ما اعرف المرض. طيب نعم. اسمعيني، عندك في حسابك مبلغ مالي؟ ايوه. 100,000؟ ايوه. ولا اكثر ولا اقل؟ لا اكثر. اقل من 1,000,000؟ اي اقل، وايد. 200؟ لا اقل شوي. يعني 100 عليها؟ ايوه. انا في المنام اشوف 100,000. ال 100,000 هذه حتصرفينها كلها. اسال الله تبارك وتعالى ان يفتح لك ابواب رزقه ان شاء الله. بس عاد ما ادري عن الخبز الايراني، لكن هو قرص الخبز احيانا ربما عبر ب10 دنانير، وربما عبر ب10,000، وربما عبر ب100,000. اسال الله تبارك وتعالى ان يفتح لك ابواب رزقه، لكن ظهر لي في المنام انها في ال100، فاسال الله عز وجل ان يحفظك، لكن تاكلينها كلها ما يبقى منها شيء. الله يوسع عليك والله اعلم. حلمت اني يعني كنت في البر وجاني رجل يعني له مكانه بالمجتمع. قال لي يعني وش تبي غير فلوس؟
قلت انا والله ما ابي فلوس، ابي وظيفه وبس، ما ابي فلوس. قال خير ان شاء الله، وعطني اسمك وعطني بياناتك وان شاء الله، وحنا نبي ناس يعني تجتهد بالعمل كذا. قلت ان شاء الله خير. هذا الحلم الاول. وفي حلم الثاني هو تابع له، بس انا بعطيك الحلم الاول. انت متوظف اي نعم. والمنام ماذا يقول؟ يعني جاني الشخص وكنت في البر، يعني كان يوم وصل عندي الشخص كان هو بسيارة، وكان في نور أو فوقنا، يعني شيء مضيء يعني. وقالوا ايش تبي غير فلوس؟ قلت لا والله أنا ما أبي فلوس، أبي وظيفة. نعم. متزوج ولا زوجي؟ لا زوجي. تتزوج والعلم عند الله. يدل على الزوجة، الله أعلم. الله أكمل يسعدك التفسير. الله يبارك فيك. سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير الجزاء. اللهم آمين. شيخ أبو الياس، أنا رأيت في المنام أنه أنا في مشاكل وهموم وصراعات كثيرة. نعم. بعدها دخلت غرفة لون أبيض، وفي هذه الغرفة اللون أبيض في خزانتين لون أبيض. ففتحت الخزانتين وأنا أبكي. في الخزانة الأولى فيها ملابس زوجتي، وفي الخزانة الثانية لباس أطفالي. ثم بعد هيك دخلت أختي وزوجها، فرحت لعند أختي وضميتها وأنا أبكي. قلت لها أنا فقدت أغلى ما عندي وأعز ما عندي. وأنا أتلمس هيك، بعد هيك رحت هيك أتلمس لباس أطفالي وأنا أبكي، وانتهى المنام. من أين تتحدث؟ بلجيكا. ما شاء الله، أهلا وسهلا أهلا في بلجيكا. زوجتك معك؟ شكرا. لا، في سوريا حاليا. أنت ساكن مع من في الليل؟ ساكن لوحدي في المنزل. كم غرفة؟ غرفتين ولا ثلاث؟ غرفة واحدة. غرفة واحدة. طيب. كيف أسرت؟ كيف أمورهم؟ كيف صحتهم؟ زوجتي وأطفالي بخير الحمد لله، لكن في هموم بموضوع أوراق لم الشمل، يعني صار لي 1 و8 شهور تقريبا ما شفتهم. أنت طالبهم يجونك؟ طالبهم، لكن في شوي هيك شوي تعقيدات بأمور الأوراق من خلال السفارة البلجيكية. نعم، حتنتهي. المنام يدل على أنهم حيأتونك وتسكنون في غرفتين وصالة. ما شاء الله، إن شاء الله يا رب. يعني غرفتين ومكان كذا، صالة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك، وحتفرح فرح شديد جدا بمجيئهم. إن شاء الله يا رب. الله يسمع منك شيخ أبو الياس، والله يجزيكم الخير. بعد راسي. الله يجزيك الخير شيخي. والحمد لله نحن في مدينة في بلجيكا، المدينة صغيرة لكن فيها الحمد لله بفضل من الله فيها 3 مساجد. مسجد تابع للجالية الألبانية، مسجد تابع للجالية التركية، ومسجد تابع للجالية المغربية في هذه، رغم أن المدينة صغيرة والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. هذا بشارة للمسلمين الحمد لله. الله يبشركم بالخير. أسأل الله يحفظكم. استودعك الله. الشيخ الله يعافيك. رأيت إني كأني ولدت ولادة سهلة. نعم. بس وكأني متحمسة أشوف وش الجنس، وكأن في بالي إنه ذكر، فحبيت أتأكد بنفسي. احترت إنه بين البنت وبين الولد، وكأني خفت إنها يعني كأني أقول لا إن شاء الله ولد. يعني قلت يمكنها ذكر، بس إن يعني الجنين صغير لسه، أو يعني احترت بين الذكر والأنثى. متى رأيتيه؟
قبل أشهر. أنت في ذمة الرجل؟ نعم. أنت حملتي بعد هذا المنام؟ لا. رزقتي بأطفال؟ إيه. صارهم كم عمره؟ 1 سنة و7 شهور. اللي عندك بنات؟ صح يا شيخ. ترزقين بالولد من عند الله. يعني الحمل جاي ولد؟ يا رب. بس اني اشوف في ولد قادم لك، اسال الله تبارك وتعالى. والله يا شيخ اني ادعي ان الله يرزقني رؤيا تفسرها وتقول انه ولد، والله ان هذه دعوتي يا شيخ. يا رب يا رب يا رب. الله يجزاك خير، الله يبشرك بكل خير. لكن شكرا. ترى المنام يعني يا رب، المنام يدل كذلك ان الله اعطاك بنات، والله ان البنات افضل منهم ما فيه، لكن الله يبشرك بالولد. بس عندي 3 واتمنى، بس ان شاء الله. يا رب يا رب. واضح ان عندك بنات. ما تشوفيني سالتك قلت عندك بنات قلتي لي نعم، خلاص يا شيخ. يعني هذا يا رب. الرؤيا تدل في ولد يا شيخ. يا هذا اللي اشوفه في المنام يا اختي، مش حديث نفس يا شيخ. يا اختي انا حديث نفس ما عندي، ما جامل احد ما جامل احد. الله يسعدك يرزقك ان شاء الله في الذريه الصالحه. لكن يعني انت من الحمل الفرح القادم يا شيخ، الحمل القادم. شوفي المنام محال، يعني اذا جبتي بنت في الرابعه ترى بعده ولد، او ترزقين بولد، يعني اسال الله ان يحفظك. سعدك الله. مع السلامه. كيف يا شيخ؟ المنام يا انك ترزقين بولد في الحمل القادم، او ترزقين في بنت ثم ولد. كيف يعني يا شيخ؟ ما فهمت. يعني هو يحتمل الشيئين ولا كيف؟ لا هو يعني في يعني هو ولد. المنام يدل على ان الله تبارك وتعالى بيرزقك بولد، لكن اذا حملتي في بنت ترى اللي بعده ولد باذن الله، او يعني ان الله وش الارجح يا شيخ؟ الارجح انك ترزقين في ولد. الله يجزاك خير، الله يجزاك. مع السلامه. سم يا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حلمت اني رحت على الجامعة بسجل، بعدين كان في زي زحمة في محل التسجيل، حسيت اني ما بقدر اسجل في ذا الوقت. كان ابويا معايا، قال لي خلاص نمشي ونرجع بكرة ولا مرة ثانية. واحنا راجعين كذا في الطريق حصلنا شخص تكلم مع أبويا وأخذ الأوراق وكذا، كأنه قال له خلاص أنا بخليكم اليوم تبدأوا تسجلوا، سهل أمورنا. لما جيت أعطيت أوراقي للمجموعة اللي جالسة تسجل، في واحدة من اللجنة اللي كانت جالسة شافت أوراقي كأنها شافت ختم بعلامة نجمة مختوم في استغربت، كانت لابسة نظارة، فسخت النظارة كأنها كده تبى تتأكد وكأنها متفاجئة من الختم ذا. ودخلت بعدين قالت لي انتبهي أحد يعني يعرف إنه عندك الختم هذا. وخلص الحلم، خلص وأنا أمشي داخل الجامعة. أختي أنت من فين تتحدثين؟ أنا يمنية بس في جدة. في الحقيقة أنت تدرسين ولا لا؟ لا بس خلصت ثانوية وخلاص ما كملت. عندكم سفر خارج السعودية؟ لا. تعرفون أخ مغربي؟ لا. أنت عزبة ولا مزوجة؟ متزوجة. زوجك له علاقة في شخص مغربي؟ لا ما عنده أحد. الختم كان في الجواز حقي طبعا، مو في الأوراق. طيب اسمعين الله يحفظك. أسمعك. منامك أنا كاتبه عندي في الدفتر. المنام دلالته على في شخص مغربي ربما أن يتعرف عليكم أو يعرفكم. نسأل الله عز وجل يحفظك ويبارك فيك. وربما أن يكون في شراكة مع هذا الشخص، شراكة مع أخ
مغربي حيكون في عمل. هذا العمل نعم إما أن يكون الشراكة فيه يعني من إنتاج المغرب، منتجات المغرب تأتون بها ويشتركون مع ويبيعونها، بيع زوجك، أو في عمل علاقة مع شخص من المغرب يدل على رزق قادم لكم، لكن من المغرب أو شخص من المغرب، والعلم عند الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويبارك فيكم ويفتح لكم باب رزقه، والله أعلم.